طب يا جدعان يعني انتوا خليتوا شكلي وحش قدام نفسي. انتوا وصلتوا فيديو ل 40000 لايك في يوم واحد تقريبا، ويعني انا افرض يا اخي انا عايز اتخاذل يا اخي، انا عايز اكسل، تحرجوني مع نفسي كده؟ لا والله العظيم، يعني 40000 لايك في يوم واحد. انا بشكر كل الناس اللي عملت لايك وكل الناس اللي عملت لي كومنت، يعني 40000 لايك في نفس اليوم كده. انت عارف بقى انا لو مكانك اعمل ايه؟ اعلي بقى 50000 لايك في الفيديو ده. 50000 بس عشان الكسل ده مرض زباله. والله وصل الفيديو ده اديني كنت فاكرني مش هجيب الفيديو، اديني جيت لك بالفيديو اهو. والفيديو ده لو وصل ل 50000 لايك هروح منزل الفيديو اللي بعده على طول برضه. لا تخاذل ايه؟ لا انا ما نتخاذلش بقى. كنت قلت لكم يا جماعه الفيديو اللي فات ان انا هتكلم على غادة عادل، لان هي عملت اعجاز علمي وحاجه لسه البشريه ما وصلتهاش. غادة عادل كانت هتخلف بنت فحزقت كده وقامت جايبه ولد. ان العالم كله متخيل ان هو لو انت عملت سونار ولقيت طفلك ذكر خلاص هيبقى. لا يا باشا، ده كان زمان، ده كان قبل اليوتيوب الكلام ده. دلوقتي الام لو ركزت هتعرف معلش يا جماعه الحلقه دي بقى للحوامل، معلش يا جماعه. كنت قاعد يا جدعان ببص عند غادة عادل، ببص على اخر فيديو ليها، لقيت فيديو اسمه حسبي الله ونعم الوكيل. اخر مره كنا اتكلمنا على فيديو اسمه اخيرا حفله معرفه جنس المولود، والمولود كانت طلعت بنت وعملوا الاحتفال بتاع جنس المولود. احنا متعودين في اليوتيوب المصري ان احنا موضوع الولاده ده يا بيخلص بنهايه حمل يا بفلوج ولاده وطلق. ايوه معروف، تلاقي الزوج قاعد في صوره في اليوتيوب اللي قدر الله ما شاء فعل، كل شيء اسمه ونقطيه، قاعد مبرق هو ومراته وقاعدين معروف، يا اما فلوج طلق بعديها فلوج ولاده. وبنبقى عارفين برضه سنك فوق 21 سنه وتبقى فاهم وما تتسرعش وتقرا كويس عن اي حاجه قبل ما تدفع فيها فلوس. بس كده ونكمل الفيديو بتاع النهارده. تغيير جنس المولود دي جديده يا جماعه، معلش ده اكتشاف. الفيديو ده لازم يجيب لايكس يا جماعه، 50000 لازم. ناشونال جيوغرافيك المفروض تيجي تصور. بعد كده مشتريات ملابس البيبي، المشتريات بتاعت الملابس واخد بقى مشتريات ملابس البيبي خلاص هانت. وفي صوره يعني لو لاحظت كيف خلاص هانت، لا خلاص هانت اهو. بعد كده مشتريات بنتنا لاول مره، غيرنا لبس الولد بلبس بنت. ده كده لحد دلوقتي المولود بنت انثى. وفي عز السعاده اللي احنا فيها دي ابص الاقي فيديو اسمه حسبي الله ونعم الوكيل، والاقي غادة عادل جايه بستايل جديد وكاتبه جوزي مش عايز اللي في بطني انما عايز اللي في رجلي. لا دي تجويده من عندي بصراحه. خلينا نشوف الفيديو بيقول ايه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا اقسم بالله. مش باين يعني ان احنا وحشتنا، مش باين. لا مش دي غدا اللي انا اعرفها. انا عارفه ان انا ما بقتش زي الاول، ما بقتش بنزل فيديوهات. فيديو حزين يا جماعه. لا ثواني، انا كنت فاكره فيديو سعيد والله. انا كنت فاكرك مبسوطه بتغيير جنس المولود، اصل دي حاجه جديده. بما انه فيديو حزين انا مبسوط بنفسي والله بحركه المونتاج دي. يلا الفيديو اللي انا كنت عاملاه البيبي طلع بنت مش ولد، ولما رحنا عند الدكتوره وهو اتفاجئ طبعا. اوكي طب منطقي، ما هو المفروض ولد. هو ازاي بنت مش ولد؟ لا ازاي بقى؟ دي ما تخصكش بقى، دي تريكات وحركات بتاعتها هي. يعني هي اكتشفت حركه دي مش هتقول سرها برضه. ازاي دي بقى؟ دي مهارات حوامل ما تخصكش دلوقتي انت يا مصطفى. عايز ولد؟ طب ثواني سيبني مع نفسي شويه، ثواني خلاص. طب والحفله اللي احنا عملناها بتاعت جنس المولود والكلام ده؟ ايه المشكله الحفله يعني؟ نعيد الحفله تاني عادي، بدل معرفه جنس المولود معرفه جنس المولوده. الفيديو اللي انا كنت عاملاه البيبي طلع بنت مش ولد. طبعا انا كنت متفقه مع الدكتوره ان هي تقول كده عشان انا عايزه اعمل فيه مقلب، اعمل فيكم انتوا كمان مقلب. هي بنت لكن هي مش بنت. طب ما هو غلط سامي اهو. انا كنت عايز اعمل فيهم مقلب واعمل فيك انتوا كمان مقلب. ايه كفرت يعني؟ ايه المشكله يعني اما اغير جنسي مولود يعني؟ بعدين يا جماعه ما تدخلوش في مهاراتي. لا دي غيره بقى، انا شايفه في غيره. كانت عايزه تعمل فيه مقلب واحنا كنا بنفكر فيها وحش ازاي. فطبعا نزلنا جبنا هدوم بيبي بنت والكلام ده، وما قلتلوش بقى ان هو مقلب وكده. يعني هي اتفقت ان هي تغير الجنس مع الدكتوره وما قالتلوش. ايه الشقه ده ليه يعني؟ ليه تجيبوا لبس؟ يعني انت عملتي نفترض ان ده مقلب، طب ليه الشقه ده؟ تنزلوا تجيبوا هدوم بيه؟ ايه يا لهوي على التعب اللي انتوا فيه. ضلي بقى شايله الفاتوره وفي خلال 14 يوم تلاقي ايه؟ يا نهار اسود. وانا عارفه ان الهدوم هرجعها تاني وهجيب هدوم ولد. يعني هتقول لهم ايه يا غاده؟ هتقول لهم ايه يا غاده؟ ليه الشقه ده يا غاده؟ ما هيكون عدى 14 يوم يا ماما. هتقول لهم ايه؟ الطفل تحول. ما هو مش هيستوعبوا التكنولوجيا اللي انت وصلتي لها. يعني انا عايزه اعرفه بقى ان ده مقلب والكلام ده. فاهمين قصدي طبعا. فلقيته قلب وشه وقفل الفيديو وداس على البتاع. يا مصطفى انت بتهزر. جيب منين واحده دلوقتي بتغير الجنين؟ مش عارف، روح لك بقى، مش عاجبك بقى روح خد لك واحده من العاديه اللي بتجيب ولد تقعد بيه 9 شهور. ايه الملل ده؟ روح خد لك واحده من اللي بيقعدوا 9 شهور كده بولد 9 شهور. ولا ايه الملل ده؟ ربنا بقى لما الواحد بيجي له حاجه ما بيقدرش النعمه بقى اللي احنا مش عايزين. بس يا غاده نتردد كتير، يعني لازم تثبتي برضو فتره بحيث ان احنا يوم الحمل يبقى ثابتين على، انت فاهماني؟ هيبقى نص ونص، هنترعب بقى. ومش عارفه ومش محترمه وايه، وخد بعضه ومشي وسابني. تمام. روحت في اوبر. اي تفاصيل مش مهمه. خد العربيه ومشي وسابني انا ايه في الحصري. مش موضوعنا. الدكتوره طبعا في الحصري وانا هنا في حدائق اكتوبر. انت جايه تعملي شهاده تحركات؟ ما انا تمام. خدت اوبر ورجعت. نازله على الدائري مغيره، واخده تمنيه لحد يلا تفاصيل بقى، تفاصيل. ما احنا مش جايين نحل، ده مش اسلوب واحده جايه تحل. تمام. متعوره هنا طبعا. انا بقعد من الغل من كل حاجه، اقعد اكل في شفايفي وفي ضوافري.
انا بجد حسيت ان انا مريضه نفسيا. انا بقول كفايه نقفل انا بهزر يا غاده على فكره، يعني الفيديوهات اللي انا بعملها رياكت. مصطفى ما ترجعش البيت يا اسطى، لان اصلا الحامل بتبقى نفسيتها زي الزفت. الحامل طبعا بتبقى حامل طبعا. معلش يا جماعه نعدي الموضوع عشان هنتضرب. ولا خايف عليا ولا على اللي في بطني ولا همك اي حاجه. لو مش عايزه قول لي. مش عايز اقول لي ترجع. هنبقى خسرنا فيه بس يبقى بلاها بقى. انما هنبدا طفل مع بعض كده لا، ما مش اسلوب ده. لو مش عايز اقول رسيني، بس رسيني عشان انا بقى فاهم انا بعمل ايه. هجيب بقى طفل ميكس على مزاجي انا بقى. ده مش شغل يا ابهات، ده مش واحد هيكمل لثالثه ابتدائي. لو مصطفى قال لها ايه؟ لا بقول لك انت هتقرفيني تقعدي تغيري في اطفال، بعدين ايه انت خدتي الموضوع بجد كده ليه؟ حملتي تعبتي واخده وجنسي. لا الواد اتصدم برضه. احنا كنا جايين نعمل فيديو ونمشي. لا انا رايح ابات عند اصحابي. انا ماشي، انا هروح انا هوريكم كام لقطه من اللي حصلت عند الدكتوره دلوقتي بقى. تورينا فيديوهات وهي عند الدكتوره وهي اثناء العمليه بتاعه تغيير جنس المولود. ولما انا بقول بصي لا احنا هنحكم بالنتيجه. انت ورينا الطفل ونحكم ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه رايقه. بس ما تكروتيش انت بالله عليكي بس. ايوه يا جماعه العمليه بقى وهي بتبدا. بص مركزه والله مركزه. ما تقول ولد يا انا حاسه ان دماغها هنا. حاسه ان دماغها. حركيها يا غالي. بصي دقيقه واحده كده. ثواني كده يا دكتور، ثواني كده بس ظبطت اهي. هاتيلي بس الحته بتاعتي اللي انا بحبها. هاتيلي القطعه اللي هو بيحبها اكتر قطعه بقى. ثواني يا جماعه. ايه ده؟ اهو الشغل بقى. هو ده بقى انا بس عشان فاهم في موضوع ده هنا ده. انا فاهم في موضوع ايه ده عندها نقص بلسيوم، محتاجه تحطي بلسم كتير يا غاد. اهي بص مركزه يا جماعه. هانت خلص اهي. ايه ده؟ تجربه مطعم حمدي وفاء. غدا عادل يا غدا عامل تجربه مطعم. لا استنوا، ده احنا قاعدين. هو اي حد بيعمل تجربه مطعم حمدي وفاء كده ولا ايه؟ لا دي فكرتي يا جماعه. انا الوحيد اللي على اليوتيوب اللي عملت مطعم تجربه حمدي وفاء. هو الفيديو بتاعي جاب كام مشاهده؟ مليون و100 الف. انا ما كنتش اعرف اقسم بالله. جاب كام؟ 108 الف لايك في اسبوع ونص. انا رايح اعمل اوردر دلوقتي هقيمه. اقول لكم حاجه، انا اخر مره يا جماعه ما كنتش قيمته وانا رايق، انا كنت مقريف. وبعدين في حاجات اظن ان هم فانا اذنكم هقيمه تاني بعدين. انا اتسرعت والله. احنا نجيب حاجات تانية قيم بقى واحنا مروقين. سميه تجربه مطعم حمدي وفاء بس وانا مروق بقى. ازيكم عاملين ايه يا مرات؟ ايه ده؟ مين دول؟ ايه ده؟ ايه الميكس ده؟ انتوا كلكم هنا؟ يا نهار ابيض. ورحاب يا لهوي يا جدعان. انتوا كلكم ومطعم حمدي. لا انا هشوف يا مرات. يلا الزوزات يلا. لا يا جماعه انا بيك فان. وحشتونا جدا. هو لو واحده قالت كلمتين هتخسر؟ انتوا تلعبوا اللعبه دي لو واحده قالت كلمتين ورا بعض هتخسر؟ طبعا النهارده هنعمل تقييم لمطعم حمدي وفاء. فدي سلسله. لا ده ما فيش تقدير للزويقه بقى. لا ده ما فيش تقدير خلاص كلها يا جماعه بقت تعمل سلاسل اكل. قدروا الزويقه اللي زي اعزموني، احترموا تاريخي في الاكل. احنا قررنا نعمل سلسله فيديوهات يا جماعه هنبهر لكم الفتره الجايه. قررنا نبقى ثلاثه. فانتوا برضو ايه يعني اخترعوا لنا كده اسم في التعليقات تبقى اسم التيم بتاعنا. اقول لكم تيم ايه؟ استنوا عايزين بس نفكر في فكره كده ليها دعوه بالاكل. القوانص، انثى جمع مؤنث واكل برضه تبقى تيم القوانص. هنبدا بالملوخيه. ايه ده؟ هم غيروا علبه الملوخيه ولا ايه؟ فين علبه التحليل اللي كانت جايالي؟ سعر الملوخيه عند حمدي ووفاء 25 جنيه. سعر الملوخيه ب 25 جنيه؟ لا ده ثواني. لا يا باشا انا ليا فلوس. ثواني يا باشا. كده انا كده كنت جايبها ب 40. كنت جايبها. لا ثواني. لا احنا هنهزر. انا مش هسيب حق. 25 جنيه كنت جايبها ب 40 يبقى انا ليا 15 جنيه. ماشي. غالية السيك. امال لو كنت جبتيها ب 40. طب قولي لنا الملوخيه عامله ايه؟ قولي لنا. الملوخيه حلوه وكل حاجه الحمد لله. ناقصه توم وكزبره وملح وملوخيه. طب ما فاضل ايه طيب؟ دي شكل البطاطس بكام؟ ب 80 جنيه. بطاطس؟ انتوا جايبين لكم طاجن فخار؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ هو انا ليه ما جاليش طاجن الفخار ده؟ انا كنت امي هتتبسط بيه قوي. وبعدين طمنيني كده قولي لي هايصه ولا مش هايصه؟ طاجن البطاطس الهايصه ما طلعش هايصه. ما طلعتش هايصه. ما طبعا ما طاجن فخار. مش انتوا متوسط اشمعنى انا حاسس ان انتوا انا حاسس ان انا مضطهد يا جدعان في المنصه دي. طاجن فخار بتاع البطاطس. انا هاخد حقي. فاكريني انا مش هسكت. استنوا ده انا هعمل حمله دلوقتي. منظمه. طلعت منظمه مش هايصه. انا عندي بصراحه ما كانتش هايصه برضه. دي لوحه فنيه. دي لوحه فنيه. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ هو الطبق اللي قدامكم ده طبق عيش ولا انا متهيألي؟ ايه كل كميه العيش دي؟ ايه ده؟ 4 رغيف عيش. انا حقي مش هسيبه يا باشا. انا هعدي اخده. انا هكلم استاذ حمدي يجي يتصرف في الموضوع ده. ما نشوف كده رايهم في البشاميل كده عشان ابقى فاهم برضو يعني وانا بعمل الجزء الثاني ولا حاجه. مليون مشاهده. احنا هنهزر. نعمل بقى نشوف الحاجات دي بتقول ايه بقى.
انت مش بتطلعي مش عارفه تطلعي بوظتي شكلها التورته. بقى بتقول لها بوظتي شكلها، بوظتي شكل المكرونه بشاميل. المفروض تاكلوا بشاميل من غير ما تبوظوا شكلها. ايه ده تقريبا بياكلوا فعلا من غير ما يبوظوا شكلها، يعني مش عايزين يبوظوا وش المكرونه. طب انتوا بعد ما تخلصوها تعملوا ايه؟ هتزينوا بيه الشقه يعني ولا يعني انتوا لو ما هو معمول عشان تتاكل. انا حاسه ناقصه ملح. وناقصه مكرونه على فكره. هم حاطين لنا ملح هنا ليه؟ عشان نستخدمه. ما عجبنيش. لا انا رخم بصراحه، لا انا غلس. انا سمعت صوت مصطفى يا جدعان، والله سمعت صوت مصطفى. قفشتك يا اس قفشتك يا تيفا. والله العظيم انتوا زي العسل يا جدعان. لا يا جماعه لا يا جماعه، بعد اذنكم ما نجيش على محتويات بعض. انا الناس كلها عارفه ان انا بتضايق لما حد ياخد محتوى ما نجيش على محتويات بعض يا جماعه. يعني احترموا الخبره اللي عندي في الاكل. وفي الفيديو الجاي يا جماعه من الحلقه الجايه من التيم الاونس، بعد اذنكم انا مستني حاجه اقوى من كده. هتخشوا في مجال الاكل، خشوا لازم الاول تكونوا الناس بتاكل من زمان. لا انا مستني حاجه اقوى من تيم الاونس بصراحه. لا انا مش هسيب حقي وهعمل حمله. لو انتوا فاكرين ان انا ايه كميه العيش اللي اتحطت لها دي، انا افتكرت اخش انا معيش رقم. طب اجيب رقمه منين ده دلوقتي؟ انا هتصرف. هعمل ايه طيب؟ مع كل واحد بصوا الغايه تبرر الوسيله. انا معيش رقم استاذ حمدي وانا عايز حقي دلوقتي. انا الراجل دافع 700 جنيه. انا ايه التفرقه دي؟ انا متفقين عليا ولا ايه؟ انا ملاحظ ان الناس جالها عيش اكتر مني. كمان طاجن البطاطس جالي في علبه بلاستيك. فانا كده ارجو التواصل من حضرتك. كده ليا حوالي 4 عيش وطاجن فخار. شكرا يا استاذ حمدي، شكرا. بس بعد اذنكم يا جماعه حمله عايزين حق كيو. بعد اذنكم حمله عايزين حق كيو في الكومنتات بعد اذنكم. بس كده نكون خلصنا الفيديو النهارده. يا رب حقي يرجع لي. طاجن الفخار وال4 عيش بتوعي انا مش مسامح فيه. استاذ حمدي انا مش مسامح بعد اذنك. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو ده وصل 50000 لايك هنزل فيديو تاني على طول. خليك منتظر عشان في حاجات كتيره جايه. اشترك في القناه مش مشترك، في ناس كتير قوي بتتفرج مش مشتركه. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم محمد كيو. سلام. لا ايه التهريج اللي بيحصل؟ 4 ايه كميه العيش اللي ظهر؟ ايه كميه العيش اللي ظهرت؟ ايه ده طاجن فخار؟ لا انا هكلم جهاز حمايه المستهلك. انا هعرف اتصرف. انا مش هسكت. انا هقفل لكم المحل ده.